كلها نشاطها مكن 10 جنيه الدواء يا رجوله. هو انت مين؟ انت تعرف انا مين؟ يا عم انا عايش نمله باكل سكر، ما تكترش معايا يا رجوله. 10 جنيه وحل معايا. خد 10 جنيه وانا اشتكيك للجهاز. جهاز حبيبي يا جهاز، انا مش كتر 10 جنيه. روح يا ابويا الله يستر عليك. وانا مش بنادي عليك تجيلي، بقالي ساعه بنادي عليك. 10 جنيه الدواء. ده جاع الغلبان يا صاحبي، ده انا باكل عيش بالحلال والله. انت شكلك يالا هتتعبني يا امشي. حسبنا الله ونعم الوكيل، ما بيبقوش الا على الغلابه المفترين. خد يا رجوله 10 جنيه الدواء يا رجوله. هو انت تاني وانا سبت الخنكه لقيت في مدينتي؟ طب على الحلال من ديني، انت لو ما جبت 10 جنيه ناخد منك المكنه دي. بس يا اخويا ده قطعت اكل عيش من على الميكروباص وانا اشتغلت بتاع دريفر، اشتغلت هنا في مدينتي. انت مش تسيب الخنكه وتيجي تقرفنا هنا؟ امسك يا عم. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عم. انا تبع ربنا يا رجوله. ال 10 جنيه بتاعتك دول هتزودنا ولا هتنقصني؟ بس دي بتجري في دمي. روح يا رجوله ربنا يسترها عليك. يا عم اسلام، انا عارف ان التكبير مدينتي هنا، فجي عيل كده بيقول لي عايز 10 جنيه تاوه. انت ما يعرفش يا عم اسلام اللي انا على باب الله. في ايه يا عم اسلام؟ وما بيجوش الا على الغلابه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، اشوف فيهم يوم يا عم اسلام. ازاي يا ابني؟ يعني انا اسيب الخنكه بكرتتها وارجع لمدينتي بكركتها؟ طب يلا بينا. بص يا عم عضل، انا نازل مدينتي عشان الم قتاوه، ولا تقول لي بقى ما تلمش، ولا تقول لي كاني، ولا تقول لي مان. واحد الله يا عم عضل. لا اله الا الله. انت بتقطع معايا يا عضله. يا باشا انا ما اقطعش معاك، يعني انت سايب الخنكه تنزل لي المدينه ليه يعني؟ وانت عايز تاكل لوحدك؟ يا باشا ما ناكل لوحدي، ما انت واكل الخنكه لوحدك. ايه يا عم تنزل تشتغل معاه في الخنكه؟ اسلام هيتعبك. انا سبت الخنكه بضرب اسلام. بس وانا سبت الخنكه ونزلت مدينتي. يا أنا رب دلوقتي بقى، ماسك مدينتي. يا رب ما يجي لي هنا يا عم. انا تعبت. بس لا اله الا الله يا عم اسلام. لو وديته هو ده يا عم اسلام، هو ده يا عم اسلام. وانت تاني